ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام. باذن الله في فيديو النهارده هكلمك عن الاخطاء اللي انت المفروض ما تعملهاش في المراجعه النهائيه عشان باذن الله تعدي 90% وربنا يكرمك كده باذن الله. مبدئيا كده قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كمان ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه عشان باذن الله تشوف الفيديوهات الجايه، وكمان ما تنساش انك تشير الفيديو لزمايلك، وده اول طلب منك اطلب منك الفيديو ده عشان الفيديوهات تبدا ان انت زمايلك يستفادوا وانت كمان تستفاد، وكمان الفيديوهات بتاعتي ربنا يكرمني فيها وتجيب مشاهدات. مبدئيا كده اول خطا واول حاجه انت بتعملها في المراجعات النهائيه وانت مش داري، وهي اللي انت ما بتذاكر عشوائي، يعني مفيش خطه محكمه بتذاكر عليها. وده خطا اغلب طلبه الثانويه عامه بيعملوا في المراجعه، وده بيضيع مجهود السنه كله. حتى لو انت مذاكر من اول السنه ومظبط الدنيا بتذاكر في اخر السنه بعشوائيه، وده بيدمر مجموعك. طيب في ناس دلوقتي كتير بعتت لي ازاي ننظم وقتنا وازاي نعمل خطه محكمه او جدول محكم عشان نمشي عليه وربنا يكرمك في المراجعه النهائيه، لان المراجعه النهائيه زي ما انا قلت هي اهم فتره في ثانويه عامه، بل تكاد تكون اهم من فتره البدايه كمان. طيب دلوقتي بعد ما الناس كتير بعتت لي، فانا جت في دماغي فكره ان احنا عملنا تيم، انا ودكتور عمر ودكتور احمد رمضان ومهندس اكرم، والتيم دون سميناه تيم انطلاقه. التيم دون هيظبط لك كل حاجه من حيث انك تنظم وقتك، من حيث انك نعمل لك جدول متابعه يوميه ومتابعه اسبوعيه وكل حاجه. طيب دلوقتي انا كطالب مراقب من اول السنه، هل هستفاد من التيم ده؟ اكيد هتستفاد. طيب انا دلوقتي طالب متوسط، هتستفاد. كل الطلبه على وجه الجمهوريه هتستفاد باذن الله من تيم الانطلاق. كمان احنا معددين عدد محدد جدا عشان نبدا ان احنا نشتغل معاهم، وكمان نفيدهم اقصى استفاده. المنصه هتقدم لك جدول خاص بيك وعلى حسب ظروفك ومواعيد دروسك وكل حاجه، وكمان على حسب اللي انت مراكمه، وكمان في لقاءات اسبوعيه مع اوائل الجمهوريه باذن الله، وكمان في متابعه يوميه وفي متابعه اسبوعيه ميتنج هيتكلم فيه عن الدعم النفسي وكمان زياده الانتاجيه وتنظيم الوقت. لو عاوز تنضم للاكاديميه بتاعتنا دون هو الاعلان الرسمي، وتواصل على رقم التليفون دون برضو، تواصل هنا. التواصل دون لو ما تتواصل مع الدعم الفني هيفهمك كل حاجه تخص الاكاديميه. نرجع لموضوعنا تاني اللي هو عدم تنظيم الوقت. طيب دلوقتي برضه عشان تنظم وقتك، وانا هفيدك في الفيديو ده برضه، حاول ان انت تحدد اولوياتك الاول. يعني مثلا انا مراكم فيزياء ومراكم كيمياء ومراكم انجليزي، طيب انت شايف ايه الاصعب فيهم؟ مثلا في طالب بالنسبه له الانجليزي سهل والفيزياء سهله، الكيمياء اللي صعبه، يبقى يبدا بالكيمياء. في طالب تاني شايف ان الفيزياء صعبه والكيمياء صعبه والانجليزي هو اللي سهل، يبقى يبدا بايه؟ بيبدا بالكيمياء او بيبدا بالفيزياء. شوف الاولويات، شوف الحاجه الاهم او الحاجه الاصعب عندك اللي انت مش عارف تظبطها من اول السنه وابدا بيه، لان انت مخك طول ما انت شايف الحاجه دي صعبه عمره ما هيبدا بيه. دايما مخك هيبدا بالسهل وادنانك تراكم الصعب ده لحد اخر السنه. طيب دلوقتي برضو الحاجه الغلط اللي احنا بنعملها في المراجعه النهائيه وبتطير المجموع خالص هي التوتر الزياده والقلق والخوف من النتيجه والخوف من الامتحانات والتفكير الزياده. عشان تخلص على الموضوع ده خالص لازم انك تشغل قرآن جنبك وتستهدى بالله، وكمان لازم تقنع مخك ان انت لازم تذاكر. مفيش مفر من المذاكره، انت خلاص فاضل لك شهرين وتمتحن، يعتبر ده النداء الاخير لطائره الضحى زي ما بيقولوا، دي الفرصه الاخيره لطالب ثانويه عامه وهتبقى خلصت الحكايه. فاضل بالظبط 60 يوم من النهارده وتخش امتحانات ثانويه عامه. لو ما ذاكرتش لا قدر الله وشلت ماده فانت كده خلاص السنه ضاعت عليك، لان انت ما هيجي حد يقول لي دلوقتي ما في دور تاني. طيب ما انت افرض ما انت شلت دور اول هتشيل دور تاني بس السنه ضاعت عليك لا قدر الله. يعني احنا بنقول ذاكروا عشان حتى تنجحوا. الطالب المراكم من اول السنه يبدا يفتح الكتاب ويبدا يستهدى بالله وربنا يكرمه. طيب الحاجة الغلط التالتة اللي أغلب الطلبة برضه بيعملوها الفترة الحالية، وهي إن هو بيعتمد على ملخصات غير كافية. يعني ألاقي الطالب طالما راكب مثلا فيزياء من أول السنة أو كيمياء من أول السنة يجيب لي ورقة قد كده يكتب لي فيها مثلا قوانين الفصل الأول كله، يبدأ إنه يحفظها. طيب من أين لك هذه القوانين يا باشا؟ انت القوانين دي انا حفظتها على وضعها كده. مثلا قانون كيرشوف، انت فهمت قانون كيرشوف ده مثلا المفروض قانون كيرشوف تكون فاهمه مش حافظه على طول. قانون كيرشوف بيقول لك اللي داخل المفروض يساوي قد اللي خارج، انت بقى بتحفظه اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 بيساوي صفر، او اي 1 بيساوي اي 2. انت من اين لك حفظت هذا القانون؟ انت حفظته وبصمجته وكل حاجه، لو جات لك مساله في اخر السنه مش هتعرف تحلها. فانت شوف مصدر القانون. هتلاقي برضو طالب جايب لك ورقه قد كده اكتب لك فيها معادلات الكيمياء كلها. انت حفظت المعادلات دي على اي اساس؟ افهم الاول وبعدين احفظ. افهم من الاول القانون جه منين او المعادله دي جت منين، وابدا ان انت بصمجها واحفظها عشان تعرف انك حل مساله الاول بالقانون وشوف طريقه الحل، وبعد كده ارجع بصمج القانون مش تحفظ الاول. كمان الحاجه اللي الطلبه كتير بيعملوها الفتره الحاليه وهي المذاكره السطحيه بدون ما يحل امتحانات. اغلب الطلبه في الفتره الحاليه يقول لك خلاص طالما فارس قال لنا هنذاكر، دكتور فارس قال لنا هنذاكر يبقى هنذاكر، يبداوا يذاكروا ويظبطوا على دنيتهم، وبعد في اخر اليوم خلصنا مذاكره، تاني يوم هنبدا مذاكره. طبعا الطالب اللي انا بكلمه ده هو طالب مراقب اكيد يعني،
فيخلص المذاكره ويقول لك انا بس انا كده خلصت المنهج، اخش امتحانات الثانويه عامه. هتخش تلبس احلى وش بص هتتدمر يا باشا. انت طالما ذاكرت وروقت على حالك وراجعت المتراكم عليك، ابدا حل امتحانات شوامل، حل امتحانات سنين سابقه، حل كتب مدرسه، حل كتب خارجيه، درب نفسك ودرب ايدك عشان ما تخش امتحان اخر السنه ما تتفاجئش. امتحان اخر السنه في مستويات عاليه، متوسطه، سهله. المستويات العاليه دي هتقف مع كل الناس، لكن اللي يفرق بينك وبين طالب مثلا اول على الجمهوريه ان الطالب ده مدرب ايده واشتغل وحل وشاف فكره هنا وشاف فكره هنا وجمع الافكار وظبط القوانين في دماغه. فانت مش هيفرق بينك وبين طالب اول على الجمهوريه. انا بكلم الطالب المراكم كمان، مش هيفرق بينك وبين الطالب الاول على الجمهوريه غير ان الطالب الاول على الجمهوريه اهتم وركز وحل كتب خارجيه وشاف الافكار وشاف ازاي يدرب ايده عشان لما يخش ورقه امتحان اخر السنه ما يتفاجئش ان مثلا امتحان عربي في 3 ساعات هتحل تعبير، هتحل قراءه، هتحل نصوص، هتحل ادب. يعني عشان ما تخش اخر السنه وتتفاجئ من الوقت وتتفاجئ من عدد المسائل. هيجي لك مسائل مستويات عليا عاوزه منك وقت، هيجي لك مستويات سهله ما تخش منك نص دقيقه. درب نفسك واشتغل بورقه وقلم عشان ربنا يكرمك. كمان الحاجه اللي هي اغلب الطلبه بيعملوها، دفعه 2025 دي دفعه منيله بنيله، اقسم بالله دفعه منيله بنيله. يعني كل ما تخش على اي موقع تلاقيه بيقول لك انا مش هنهض، انا مش هلم المتراكم، الدنيا صعبه معايا، انا هسقط، انا هعمل، انا اعيد السنه، اقسم السنه. يا باشا بدل ما تضيع وقتك في التراكمات والشكوى اللي انت بتشتغله ده هيفيدك بايه؟ ابدا وذاكر واهدى كده ولو انت مش عارف تذاكر ومش عارف تبدا خالص الدنيا اتقفلت في وشك، انضم لينا لاكاديميه انطلاقه زي ما لسه قايل لك. ودون يعتبر احنا بنساعد طلب الثانويه عامه والباكج بسعر مخفض وسعر رمزي. تواصل بس معانا على رقم الدعم الفني وباذن الله هنفيدك. بس كده كان فيديو عن اغلب الاخطاء اللي الطلبه يعملوها في المراجعه النهائيه واللي بتطير المجموع. سلام.